وحشتوني 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 يا مساء الفل ويا مساء القمر عليكم يا حبايب قلبي. كل سنة وانتوا طيبين ودايما منورين الدنيا ومنورين حياتي وسبب سعادتي والله العظيم. رمضان كريم عليكم، ربنا يجعله شهر خير علينا كلنا، وبإذن الله بإذن الله ربنا يتقبل منا الصيام والصلاة وكل حاجة، ويتقبل منا كل خير بإذن الله. مش مرتبة كلامي كالعادة، بس النهاردة أنا طالعة ليكم بمفاجأة حلوة جدا 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 جدا، وعاوزة أقول لكم إن جايبة لكم حاجات من أحب الحاجات لقلبي. والفيديو ده بجد 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 مختلف بالنسبة لي، لأنه في أغلى وأحلى حاجة أنا بحبها. جايبة لكم الحاجات بأرخص الأسعار، يعني إن شاء الله إن شاء الله الناس اللي لسه ما جابتش هتجيب، وهتبقوا مبسوطين قوي من الاسعار اللي انا هقولها لكم النهارده، لانها بجد اسعار مش هتتكرر ومش هتلاقوها. وفيهم طبعا الحاجات اللي عندي دي فيها حاجات من السنه اللي فاتت، وفيها حاجات انا شارياها السنه دي. جايبه لكم الكيسين وجايبه لكم الفيش اهو عشان اجرب معاكم كل حاجه. ولسه بقى باذن الله لما نقرب كده لرمضان هبدا ان انا انضف الصاله بتاعتنا، وابدا اعلق الحاجه، وابدا اظبط الدنيا في البلكونات في الصاله في كل مكان، اظبط الدنيا. وما تقلقوش هبقى معاكم خطوه بخطوه، حتى المشتريات اللي انا هجيبها رمضان هعمل لكم فيديو. بس امانه عليكم اي واحده تدخل القناه جديد وتشوفني ما تنساش السبسكرايب وتكملوا الفيديو للاخر عشان فيه مفاجاه. قلت لكم اللي لسه ما جابش حاجه رمضان انا هخليه يجيبها باقل الاسعار. زي ما قلت لكم انا معايا برضو حاجات جايباها السنه اللي فاتت وحاجات السنه دي، فهنتفرج واقول لكم ايه اللي انا جايباه السنه اللي فاتت وايه اللي انا جايباه السنه دي. طبعا انا كل سنه بكمل، ويعني انا مش كل سنه بجيب جديد، فاهمين قصدي؟ يعني انا مثلا عندي حاجات من السنه اللي فاتت اهو، هي كده كده الكهرباء يعني بتخزنيها ما بيحصلهاش اي حاجه، تحطيها في كيس مثلا وبتعينيها للسنه اللي بعدها، فانتي ما بيحصلهاش اي حاجه. فبالتالي ممكن يكون ناس كتير عندها حاجات كتير، فاحنا ما شاء الله ما شاء الله انا كل سنه بشتري، فاحنا عندنا حاجات كتير قوي قوي. فما شاء الله جبت عليهم كام حاجه بس بسيطه كده، اكترهم شويه يعني عشان اعلق في كام مكان. اول حاجه انا هوريكم الحاجات اللي انا جبتها السنه دي. اول حاجه جبت الصينيه دي الخطيره دي، الخطيره دي بقى مش هتتوقعوا سعرها كام. سعرها 35 جنيه. الصينيه دي ب35 جنيه. وعلى فكره يا جماعه والله صينيه جميله. ويعني مثلا الواحد طبعا احنا عندنا صواني وكل حاجه، بس الواحد بيبقى عاوز حاجات رمضانيه كده يحطها، لو حد يقدمها، لو حد جاي له يحطها ساعه الفطار عليها الكوبايات، تبقى حلوه قوي قوي. اول حاجه الصينيه دي قلت لكم ب 35 جنيه، يا بلاش يا ولد. تاني حاجه جبتها انا جبت السنه دي برضو ده يا جماعه، يعني ممكن لو جبتيه لوحده يكفي، والله لو جبتيه لوحده يكفي. دي الستاره اللي قلبه مصر، دي الستاره اللي كل سنه الناس بتقول هي فين. جبتها لكم. بصوا يا جماعه الستاره طبعا في فيشه وفي بتاع، يعني في كمان وصله ممكن، يعني لانها يعني بتبقى ماسكه الصاله كلها، فيبقى وصله تانية عشان نعلقها في مكان تاني، وايه تبقى مثلا ايه مسلكيه او حاجه شبه كده. بصوا يا جماعه عايزه اوريها لكم. انا مش هفكها طبعا، مش هفكها غير باذن الله لما اجي اعلق كده. انا قلت لكم هعلق معاكم برضه. اهلا رمضان جانا قولوا معانا، اهلا رمضان جانا، اهلا رمضان. تقدروا بقى تغيروا من هنا في دي، تقدري تثبتيه، تقدري تحركيه، تقدري تعملي فيه اللي انتي عاوزاه كده. مثلا الستاره دي يا جماعه تقريبا 8 متر. كنت جبتها انا جايباها لسه. ايه رايكم؟ تحفه 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 تحفه. على فكره يا جماعه هي ب 250 جنيه، حوالي 8 متر او 9 متر، انا مش عارفه بصراحه هي كام بالظبط. ثانيه واحده. لا هي مش مكتوبه عليها للاسف، بس تقريبا هي حوالي 7 او 8 متر. بجد بجد انت لو جبتيها اصلا
هتغرق شقتك، لان هي بتمسك كله، وفيها فيشه تانية تقدر تساعدك ان انت تحطيها في مكان تاني، الكلام ده كله توصليها بوصله تانية، وبتمتد لبعيد قوي قوي، بجد خطيره. ودي اول حاجه انا اشتريتها السنه دي. انا ما اشتريتش السنه دي غير دي، واشتريت الصينيه وبس. ممكن اجيب حاجه تانية، او ممكن اجيب حاجه تانية، الله اعلم، مش عارفه. بس انا بوريكم اللي انا جبته دلوقتي عشان الناس دلوقتي بتدور تجيب ايه، نعمل ايه، نودي ايه، نسوي ايه. هي جايه في البرطمان ده. وهي دي يعني، هي شوفوا هي مربوطه لحد الان زي ما هي. واللهم صل على النبي، تحفه تحفه. يعني شوفوا بقى دي لما تتعلق هتكون عامله ازاي، بجد خطيره، عجباني قوي. وسعرها بجد 250، فهي على سعرها انت بتغيري طبعا، على سعرها هي تحفه، وانت طبعا بتغيري براحتك. خلاص كده كده تترقص كده وكده. تفيتها، لا ما تفيتهاش، هي دي بقى على هادي كده. لكن ايه، في عندها هنا في 7 يعني 8 بتلفيها بقى زي ما انت عاوزه، بتلفيها زي ما انت عاوزه. ليها بقى اتجاهات كتيره قوي، في كل اتجاه خطيره. انا انصح بصراحه اي حد مش معاه فلوس ان هو يشتري زينه رمضان يروح يشتري دي تكفي يا جماعه. انا من وجهه نظري دي كفايه قوي 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 لو انت جبتيها، لانها ما شاء الله طويله، ويعني الاضاءه بتاعتها قويه وحلوه جدا جدا جدا. مش عارفه بقى لما اعلقها هتكون عامله ازاي، ننتظر ونشوف مع بعض. تاني حاجه بقى هجرب معاكم الحاجات بتاعت السنه اللي فاتت. نرجع دي كده زي ما هي، ما شاء الله يا جماعه. شوفوا اللي بيشوفوا يعني، دي انا لسه عاوزه افكها من هنا. الله، ده انا كنت حاسه ان انا قاعده في النور وبقيت قاعده في الضلمه من قوه ما شاء الله اللهم بارك، من قوه نسيبها زي ما هي. نيجي بقى، لا الكيس ده مش الكيس ده، في كيس ورايا اهو. طبعا في حاجات شارياها السنه اللي فاتت طالعه ترند السنه دي، سبحان الله يا رب. والله يا بنتي يا دودو انت كلك نظر يا قلبي. الحاجات اللي انت بتشتريها، النجمه والقمر والنجمه وقمر ايه، النجمه والهلال دول طالعين ترند برضو. ثانيه يا جماعه عشان كل حاجه لابسه ببعضها، المفروض كنت بعتهم عن بعض. يلا خلاص طلعت اهي وعدت على خير. اشغلها لكم، بس انا جايبه الوصله جنبي اهو عشان بصوا بقى يا جماعه، مسمعش صوت. بصوا بقى عشان انا النهارده مبسوطه قوي، مبسوطه قوي، تحفه تحفه تحفه. عشان عاوزه اوريكم التحفه اللي قدامي. انا كنت جايباها السنه اللي فاتت، بس هي موجوده في المحلات السنه دي وطالعه ترند ومكسره الدنيا. تحفه يا جماعه. ثانيه واحده عشان فصلت. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله اللهم بارك يا رب. اهي يا جماعه دي النجمه والهلال ده، خطيره خطيره. بغير بقى زي ما انا عاوزه من هنا. ثانيه واحده، شوفوا يا جماعه. طبعا هي طويله جدا جدا جدا، وبتبقى نازله مدرجه كده، خطيره 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 من هنا للسنه الجايه. طبعا زي ما انتم شايفين بالشكل ده، وبتبقى نازله مدرجه، مش متساويه مع بعضها، بتبقى مدرجه حلوه قوي قوي قوي. وسعرها برضو كان ممكن يكون 200 جنيه مثلا. حلوه ومختلفه، يعني التانية مثلا لون هادي لون اصفر، ودي بتدي الوان كده خطيره خطيره خطيره. وبرضو طويله قوي قوي قوي، وتقدري تعملي فيها، تقدري تتحكمي فيها من هنا، تثبتيها او تخليها كده، تعمليها كده. بصوا رهيبه ما شاء الله اللهم بارك. وعندي من السنه اللي فاتت، وبجد طالعه ترند مكسره الدنيا، وهتجيبيها هتنفعك على طول، هتبقى معاكي سنينك الجايه باذن الله. ربنا يطول في اعمارنا جميعا.
بتبقى خطيره خطيره خطيره. والحاجات دي يا جماعه بجد لما بجيبها مش بندم، لانها بتنفع بعدين. شايفين؟ يلا اللي بعده، مفيش وقت للتفسير. نجيب ايه تاني؟ دلوقتي بقى هوريكم حاجه سيمبل قوي قوي قوي، يعني التانيين واضحين قوي وكبار قوي. عندي بقى حاجات كده معينه ببقى احطها على المرايات. عندنا كده مرايتين في الصاله. طبعا انا قلت لكم هعلق معاكم الحاجات دي كلها باذن الله، ربنا ما يجيبش اي حاجه وحشه، ويا رب دخلة رمضان كده تبقى حلوه علينا، وربنا يكرمنا ويرزقنا الفلوس، الصحه، كل شيء حلو يا رب، ويجعل دخلته علينا كده مفيش زيها باذن الله. عاوزه اوريكم بقى، قلت لكم ان دي يعني دول طوال شويه ومبينين قوي، بس في حاجات كده بتبقى سيمبل قوي وفي نفس الوقت كيوت. فوانيس كده صغيره، فوانيس صغيره كده نونه، تقدري تتحكمي فيها ولا لا؟ لا ما تتحكميش فيها، هي ثابته على كده. طبعا دي عندي برضو من السنه اللي فاتت، ودي مش غاليه زيهم، ممكن دي تلاقيها مثلا رخيصه قوي، مش هتلاقيها غاليه خالص. واصلا هي مش طويل قوي، يعني هو مش طويل قوي، ده بس كده تعلقيه عند يعني عندك مرايه مثلا، تعلقي عليها اي حاجه سيمبل كده بسيطه، تدي شكل، وهي فيها كده شكل مسجد، والشكل الفوانيس شكلها حلو قوي ومختلف برضو وكيوت جدا جدا جدا. وممكن تلاقوه مثلا ب50 جنيه او كده، لانه مش طويل خالص. نكمل كمان يا جماعة. عندي ثانية واحدة، مانيش داخل اللي بعده. يلا اللي بعده، احنا ما عندناش وقت نضيعه، داخلين على اجمل ايام في السنة. دي بقى كور كده، بس تحفة بجد، جميلة قوي قوي. وعندي ممكن بقالها سنتين، مش سنة واحدة، لا دي ممكن تكون بقالها سنتين. بصوا يا جماعة، هي مشبكة ببعضها، بس هي طويلة قوي، طويل بصراحة وحلو قوي، والالوان بتاعته خطيرة. السنة بنتحكم فيها ولا لا؟ ما بنتحكمش فيها، هي كده نازلة كده. تحفة. ممكن تلاقوها مثلا ب150 جنيه 120 جنيه، الرينجات دي. وعقبال عندكم يا جماعة. السنة اخويا بيزغرط عشان ربنا وفقه ونجح في اولى ثانوي. دي نرمين اختي يا جماعة، كالعادة انا مش محتاجة اتكلم عن نرمين اختي، انا مش محتاجة اتكلم. شوفوا يا جماعة، تحفة 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 تحفة. ممكن دي تكون اخر حاجة، لان انا عندي حاجات الله اكبر، لانها من زمان قوي قوي، فما بقتش شغالة يعني، بس خطيرة يا جماعة. الحاجات دي مش هتبان قوي غير لما انا اصورها لكم وانا بعلقها. فعشان كده انا قلت اوريكم، بس يعني تاخدوا فكرة، لان انا يعني لما اجي اعلق هيكون قربت قوي على رمضان، فانتوا مش هتلحقوا تشتروا حاجة. انا عارفة اللي هيحصل، انا بقول لكم انا عارفة اللي هيحصل. يلا اللي بعده. مش عارفة الفانوس ده شغال ولا لسه، يعني شغال ولا لا، شغال ولا لسه، شغال ولا لا. استنوا بس، صلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا رب يا مسهل الحال يا رب. انا اسف، اي ام سوري، بس اجواء رمضان ما يتشبعش منها، بجد ما يتشبعش منها. عاوزه اوريكم الفوانيس دي برضو، هتلاقوها مش غاليه خالص، هي كده بس حلو وبيدي شكل، ونوره كده ثابت، النور ثابت ما بيتغيرش. هو كده بقى، بس هو مش طويل قوي، بس بيدي شكل. والله يا جماعه، اي حاجه في اجواء رمضان بتفرق معانا قوي. فوانيس دي صغيره كده وكيوت، بس حلوه قوي. وبرده وسط، يعني مش طويل ومش قصير قوي، خطير بجد بجد بجد، ومش هتلاقوه غالي خالص.
ممكن تاخدوا الحاجات دي سكرين وتسالوا عندكم في اي مكان في بلدكم الناس اللي بتبيع فوانيس، بيبقى فيه خيم فيها فوانيس، محلات فيها فوانيس، الكلام ده كله هتسالوا هتلاقوا الحاجات دي موجوده هناك 100%، 100%، لان الحاجات كلها في نفس الاماكن. عاوزه اوريكم اللي بعده، مش عارفه فيه بعده اصلا ولا مفيش. لا يا جماعه، للاسف للاسف احنا كده بجد خلصنا. الحاجات دي ما يتشبعش منها، ما كنتش عاوزه اخلص. ايه اللي بيحصل ده معايا؟ استنوا اجربه كده شوف. لا للاسف الشريط ما اشتغلش. هو ده الفوانيس دي اختي كانت شاريه كده من زمان، بس ما اشتغلتش، باظت للاسف الشديد. وبكده يا جماعه نكون خلصنا احلى حاجه في الحياه. انا عاوزه اشغل لكم كلهم مع بعض بس مش هينفع، لان الوصله اللي معايا دي واحده، فللاسف الشديد مش هينفع اشغل كلهم مره واحده. بس بجد يا جماعه استمتعوا وافرحوا. ربنا يجعلها ايام خير علينا، وربنا يتقبل منا يا رب. ويا جماعه بجد افرحوا 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 واتبسطوا، لان ايامه سريعه وايامه ما بيتشبعش منها، والواحد مش عارف ومش ضامن هل رمضان اللي جاي ممكن يكون موجود ولا لا. فنفرح ونتبسط ونعمل كل اللي نقدر عليه، نزكي، نصوم، نصلي، نعمل كل حاجة. ولو حد مخاصم حد يكلمه، لو حد يقدر يسامح حد يسامحه. يعني لازم كده ندخل واحنا كويسين. والله يا جماعه انا عاوزه اقول لكم على حاجه، انا الايام اللي قبل رمضان دي بكون مش احسن حاجه، دايما كل سنه بكون مش احسن حاجه. وزي ما يكون سبحانك يا رب، ربنا بيعمل كده عشان رمضان يجي يداوي قلوبنا ويداوي روحنا. فيا رب تكون احلى ايام، هي كده بتكون احلى ايام، انا مش محتاجه ان انا اقول كده. بس بجد احنا بزعل قوي لو مثلا جه رمضان وانا مش موجوده، لان انا بحب الاجواء دي وبحب اعيشه قوي، بفرح بكل تفاصيله بكل ايامه. وروايح رمضان لوحدها وايامه، انا بعد ما بتخلص بقول ياه لو ايام رمضان ترجع بجد. ده احلى حاجه في الحياه، ربنا يديمه نعمه علينا. والحمد لله على نعمه الاسلام، الحمد لله الف مليون مره ان احنا مسلمين، وان احنا عندنا حاجات حلوه نفرح بيها ونتبسط بيها ونبقى داخلين كده نحسن من نفسنا. ربنا بيديلنا فرص كتير ان احنا نكون احسن، فما نضيعش الفرص دي، لان محدش ضامن عمره لحظة واحدة. ربنا يهديني ويهديكم ويجعله رمضان حلو علينا، ويدخل علينا كده بالستر وبالصحة والبركة بإذن الله. افرحوا واتبسطوا، بحبكم، واستنوني فيديو جديد. ويا ريت اللي ينورني جديد في القناه ما ينساش السبسكرايب، ما تنسوش لايك حلو وكومنت حلو زيكم. قولوا لي عاوزين ايه الفتره الجايه، انا معاكم. انا من ايديكم دي لايديكم دي، انا قاعده الحمد لله اليومين دول اجازه فاضيه. بس والله رغم ان انا مكسله، رغم ان انتوا بتوحشوني جدا ومش مكسله قوي عنكم يعني، لان انا لسه عامله فيديو من قريب جدا. يا رب تكونوا في احسن حال، وبحبكم قوي. تصبحوا على خير عشان انا مصوره الفيديو ده بالليل.